دي واحدة من أصعب التمارين اللي أنت ممكن تكون بتتمرنها لوحدك في الجيم، تمارين عضلات الدفع. علشان كده أرجوك كمل الفلوج ده للنهاية علشان هشرح لك كل حركة، وفي نفس الوقت الترتيب هيكون فعال جدا، فهتقدر تتمرن تمرينة حلوة جدا من غير ما تاخد 3 أيام في الجيم، وفي نفس الوقت تكون مستفيد. اعمل اشتراك دلوقتي للقناة وشيل لصاحبك ويلا بينا. هبتدي التمرين بتاعي النهاردة بالصدر العالي على السميث، بيخليني أقدر أتحكم في الوزن وأوصل للفشل العضلي، في نفس الوقت أقدر أقفله لو الوزن تقل عليا في أي لحظة. يلا بينا. أنا لسه بعمل ورم اب بعد الإطالات المتحركة بتاعتي. عامل لي 12 عده كده وزن متوسط، علشان بعد كده اخش في الوزن التقيل على طول. يلا بسم الله. اهم حاجه في نقطه مهمه نسيت اقولها لك، خلي ظهرك ما فيهوش القرش عشان تحافظ على ارتفاع الصدر بتاعك. يلا بينا. بسم الله. واحد. 10 عدات حلوين قوي كده. انا جاهز ان انا ابدا في مجموعه الشغل بتاعتي اللي هي بالوزن الثقيل بتاعي. غالبا هنا انا بلعب 100 110، فاحط 100 كيلو واحاول اجيب 12 عده 13 عده هكذا يعني. يلا بينا. يلا بينا بقى نحط الوزن بتاعنا. دي رقم 4. المفروض دي اول مجموعه شغل ليا، ان شاء الله تبقى تسخين بس مش شغل ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي بسم الله. واحد اثنين ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10. لسه في 2. لسه في 1. طالما جبت 12 عده يبقى في مجموعتين تاني 8. استريح 3 دقايق اخش المجموعه اللي بعدها. رحت حطيت 10 و10 من ناحيتين، وجبت كمان الشداد بتاع الكوع علشان اخلي مفاصلي في امان وانا بكسر وزن او بتمرن بوزن تقيل. لاعبين كمال الاجسام هدفهم اللي هم ياخدوا التمرين او الوزن يعملوا بيه لود معين على العضلات، مش اللي هم يزقوا اتقل وزن وخلاص. احنا عايزين نطلع من التمرين عاملين نتيجه عضليه وفي نفس الوقت بعيد عن الاصابات باذن الله. يلا بينا. يا متين يا رب. خمسة 6 7. 7 عدات من اللي قلبك يحبهم. ريح 3 دقايق خش اللي بعدها، واخر مجموعه للتمرين ده. رابع مجموعه، لا دي الثالثه يا كابتني. انا باخد من مجموعتين لثلاثه علشان ما اجهدش العضله والجهاز العصبي زياده عن اللزوم. في حاجات مهمه شويه عايز اقولها لك وانت بتتمرن البار العالي عامه للصدر. اول حاجه يا سيدي، كوعك وانت نازل يكون جنب جسمك مش بعيد عن جسمك. يعني الكوع بتاعك يكون نازل كده وتنزل كده، ما تنزلش لحد الاخر خالص، انزل لحد مستوى الصدر، بعد كده زق تاني لقدام. دي نقطه. النقطه الثانيه، البار بتاعك مفروض يبقى بالظبط كده عند رقبتك، ما تحطهوش عند دماغك وما تحطهوش عند صدرك، خليه بالظبط عند رقبتك. وانت بتاخد الوزن بتاخد نفس، تملى عضلات بطنك وتشدها، بعد كده تبدا تنزل وتزق لقدام. وانت بتزق بقى زق كانك بتزق الكرسي لتحت، مش انت بتزق حاجه لفوقيك. دي انا قلتها في الفلوج اللي فات، ارجع للفلوج اللي فات هقول لك بالظبط ازاي تقدر تتمرن صدر وتخلي العضله تكبر علشان مخك بيتحكم فيها 100%. يلا بينا ناخد اخر دور. طبعا قبل ما نعمل اي حاجه نسمي الله. بسم الله. بسم الله. 1 2 3 4 5 يا رب 6. انا هنا جبت 6 عدات، فكده انا جبت اخري في العدات اللي هنا والمجاميع اللي هنا. لما تلاقي نفسك وصلت لرقم 6 او تحت ال8، بالتالي انت كده العضله اجهدت بما فيه الكفايه. خش على اللي بعده. يلا بينا اللي بعده. هدخل بعديها تفتيح عالي على نفس الكرسي بنفس المكان عشان الجيم زحمه. اوكي خليك عملي. هقول لك بقى بعد ما اخد الدور ده ليه انا باخد تفتيح قبليها بريس او بريس والعكس. يلا بينا.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يا متين يا رب، تسعة، 10. بص يا صديقي، تمرينة البريس الاولانيه كانت العضلات المساعده بتاعتي الكتف الامامي والترايسبس. دلوقتي انا عايز اريح العضلات المساعده دي عشان اقدر اشيل وزن تقيل واعمل ضغط اكبر برضو على الشيست، فبالتالي خدت فلاي علشان الفلاي اكتر حاجه بتشتغل فيها هي الصدر والكتف الامامي، بس التراي بتبقى ضعيفه شويه. ريح 3 دقائق ونخش المجموعه اللي بعدها. بعد 3 دقائق راحه تعالى اقول لك ازاي تعملها صح 100% علشان تعمل اكبر تفعيل لعضلات الصدر بتاعتك. اول حاجه بص، في اي حركه فلاي انت المفروض تعملها، ايه اللي انا قلته ده؟ في اي حركه فلاي انت المفروض تعملها، انت بتنزل بتتني كوعك شويه لتحت عشان تمنع الاستطاله عن البايسبس، لان انت لو فردت ايدك قوي البايسبس هتكون فيها استطاله، فبتتني كوعك لتحت شويه وما بتتخطاش الصدر قوي، يا دوبك بتنزل عند المستوى بتاعه، وانت طالع بقى كانك بتزق لقدام وبتفرد ايدك، يعني الحركه بتبقى كده في اي تمرين فلاي سواء فلات او عادي انت مرافع الكرسي لفوق. تعال نشوف ده بقى بالوزن وركز معايا كويس، ركز في الحركه نفسها عشان تقدر تربط اللي انا قلته لك دلوقتي ده بالحركه فتتمرنها 100% صح. يلا بينا. يا ربي بسم الله. تفتكر قرعه؟ بسم الله. زي ما قلت لك، ها سمي الله الاول. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 7، 8. لسه فينا 2. يلا يا متين يا رب. اخر واحدة. كده يا كابتني عرفت تعملها 100% صح. شغل نفسك معايا ويلا التمرين اللي بعدها. هندخل بعديها دلوقتي شولدر بريس على السميث. تقريبا الجيم كله يعني دي الحته الوحيده اللي فاضيه فيه، فبالتالي انا بصور فيها. فالفيديو ده منه تمرينه بوش ومنه تمرينه لو انت مش عندك غير السميث في الجيم اللي فاضي ممكن تاخد تمرين بوش كامله عليه زي ما انا عملت دلوقتي. يلا بينا نخش. طبعا زي ما انت عارف في المجموعه الثانيه هشرح لك ازاي تنفذها. بسم الله. 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12. مش هحسب دي مجموعه شغل علشان انا دلوقتي جبت 12 عده، يعني بجهد مثلا 60% من اللي عندي، فاحط 10 و10 كمان وهبدا مجموعه الشغل من دلوقتي. يلا بينا. اخدنا راحه دقيقتين وحطيت 10 و10 زي ما قلت لك. وعلى فكره اللي حصل دلوقتي ده مفيش منه اي مشكله خالص، اللي انت تخش بوزن وتكتشف اللي هو مش الوزن اللي انت تقدر تتمرن بيه 100% عادي جدا. ابدا من اللي بعديه، مفيش حد بيجري وراك، اهم حاجه تكون بعيد عن الاصابات وتكون مستمتع بكل عده بتحصل. يلا بينا. بسم الله. يا متين. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. كتف الخلفي بيقول لي ارجوك ارحمني، والامامي بيقول لي يا ابني ابوس ايديك كفايه كده. بما اني بسجل بعفويه فنسيت اقول لك شرح الزاويه وانا بتمرنها او قبل ما اشتغلها، فاقولها لك دلوقتي. اول حاجه خلي الكرسي بتاعك المستوى بتاعه بعيد عن البار بحوالي شبر من وشك، بحيث اللي هو يقدر ينزل قدام الصدر على طول. تاني حاجه وانت بتنزل ما تنزلش تلمس صدرك وتخلي كتفك ينزل لتحت قوي، خليك لحد مستوى الدقن كده او تحت حاجه بسيطه جدا. وانت بتزق لفوق زق قبل ما كوعك يتفرد تكون نازل تاني. خلي دايما الوزن في العضله نفسها او الوزن متحكم قوي في العضله تحت وفوق، بالتالي هتحس بالعده واحده في واحده.
يلا بينا نخش على بعدها على طول. هندخل بعدها يا كابتني رفرفه امامي بالدمبل. وقبل ما الشيطان يلعب في عبك وتقول ايه المدرب اللي بياخد صدر عالي بس ورفرفه امامي وكتف امامي بس، عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. وانت بتتمرن العضله مرتين في الاسبوع، انت بتاخد هي الزوايا اللي انت بتاخدها في يوم واحد بس بتقسمها على مرتين. فبالتالي انا لو كنت هتمرن كتف وصدر مثلا كنت هتمرن امامي وجانبي وهكذا. النهارده بركز اكتر على الاماميات، والمره الثانيه في يوم البوش هركز اكتر على الجانبيات. ركز معايا واتمرن بذكاء. يلا بينا. بسم الله. اقف، طلع صدرك لفوق، خد نفس، شد عضلات بطنك وابتدي اسحب لفوق. وانت بتسحب لفوق لف ايديك بالحركه كده. 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 واحدة كمان. التمرين بتاعت الناس الاولد سكول زي حالاتي دي تمارين عنيفة قوي. هدخل تراي بالحبل على الكابل ويلا بينا. اول حاجة افرد ظهرك كويس، طلع صدرك لفوق، انزل بوزن جسمك الاول، بعد كده افرد لتحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 خليك متحكم في كل عده وركز كويس في تمرين التراي عشان تقدر فعلا تفعلها. استريح 3 دقايق ونخش المجموعه اللي بعدها. هندخل بعديها اوفر هيد بالدمبل عشان الكيبل مشغول دلوقتي. انا حظي وحش بقى، حد يجي تاني يوم العيد برضو الجيم ماشي. نطلع يا سيدي، ثبت ايدك دي هنا وانزل لحد ما كوعك ينزل لتحت خالص وافرد تاني. 1 2 5 6 7 8 9 10. عود نفسك وانت بتلعب جنب وجنب، ريح دقيقه او 30 ثانيه ما بين كل جنب والتاني عشان الجهاز العصبي يقدر يأدي في الجنب التاني احسن، ما يكونش مجهد لسه من الجنب اللي انت كنت بتتمرن فيه. وعلى سيره هذا الشيء، موضوع الاولد سكول والنيو سكول، الاحسن اللي انت تدمج ما بين الاثنين علشان تقدر توصل لاحسن تطور في الجيم بتاعك. يلا بينا. وبكده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. اتمنى منك تعمل اشتراك دلوقتي للقناه وتنزل تكتب لي في الكومنت عايز الفلوج الجاي عن ايه. سلام.